السلام عليكم، صباح الخير عليكم البنات. كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. كما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله نهار جديد وروتين جديد. كما غتشوفوا معايا هنايا باقي الليل، فحنايا كنوضوا قبل الفجر. انا بوحدي، يعني الامهات بصفه عامه اللي كينوضوا مع وليداتهم يوجدوهم باش يمشيو للمدرسه. كما شفتوا معايا فهنايا كنوض بكري. انا بالنسبه لي كنوض بكري، يعني 7 الا ربع داك، باش يعني نوجد فطور ونوجد كما قلت لكم انا كنوجد يعني الغدا، يعني الوليدات اللي غيديو معاهم المدرسه ديك النهار، يعني ديك الصباح. فما كنبغيش نعطي لهم الماكله تكون ديال البارحه ولا تكون بايته، فمن الاحسن كنوض بكري وكنوجد لهم يعني الغدا والفطور ديالهم. بالنسبه للفطور وجدت هنايا الحرشه. فانا ما صورت لكمش المقادير حيتاش كان عندي التليفون ديشارجا، حتى شارجيته عاد بديت كنصور لكم. بالنسبه للغدا عندي هنايا لي كروكيت على هذا الشكل هذا. كروكيت عاديين ما فيهمش يعني معمرين بشي حاجه. 3 حبات ديال البطاطس مسلوقين، وواحد بيضه، وجوج ديال الفرماج، يعني سواء يكون مثلث او مربع. ملحه، شويه ديال الابزار. ومن الاحسن وجدتهم انا هنايا يعني ليله قبل باش نخليهم في المجمد. كما كتشوفوا معايا من الاحسن يعني تخليوهم ليله كامله، او لا تخليوهم 2 ساعات حتى 3 ساعات حتى يشبروا في راسهم مزيان. عاد تقليوهم في الزيت باش ما يتفتحوش. فانا عملت هاد البلاستيكه كما كتشوفوا باش يسهل عليا نزولهم. فاليوم كان عندهم يعني الحفله، كانت عندهم الحفله بالنسبه للاقسام من القسم الاول حتى القسم الرابع حتى القسم الخامس، حيتاش القسم السادس عندهم الموحد يوم الخميس والجمعة. فعملوا لهم الحفلة يوم الأربعاء. اليوم عملوا لهم الحفلة باش يعني باش غيشبروا العطلة، ما غيمشيوش الخميس والجمعة. كما قلت لكم عندهم امتحان ديال الموحد ديال السادس. فبالتوفيق للجميع وليدات المسلمين يا ربي. كما كتشوفوا معايا فانا غنقلي هاد لي كروكيت على هاد الشكل هذا. بما انه اليوم يعني كانت عندهم الحفله فعملت لهم هنايا هاد لي كروكيت كما غتشوفوا معايا، يعني كميه زايده شويه باش هيدا يذوقوا صحابهم في المدرسه. صافي غنستمر نقليهم على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا، غير بشويه. كما كتشوفوا انا ولو خليتهم ليله كامله يعني بداو كيتفتحوا شويه. كما كتعرفوا ان البطاطا ملي كتعدلوها في الزيت، يا خصوصا البطاطا مسلوقه كتعدلوها في الزيت كتفتح. نسيت واحد الحاجه بالنسبه للمقادير. عندي هنايا 3 حبات ديال البطاطس، وحبه ديال بيضه واحده، وجوج ديال فرomاج، وجوج معالق كبار ديال لا شابلور. الا ما عندكش لا شابلور تعدل 2 معالق كبار ديال سميده عاديه، وشويه ديال الملحه وشويه ديال فلفل اسود. صافي فكيكونوا على هذا الشكل هذا كيجيو يعني لذاذ في نفس الوقت ومقرمشين. يعني ضروري من الاحسن ترافقوهم بكيتشوب فكيجيو لذاذ. نتوما غتشوفوا كيف كيجيو من الداخل. كما قلت لكم انا ما عمرتهمش هنايا بشي حاجه. الا بغيتو تعمروهم بالكفته فكيجيو يعني لذاذ كتار. فانا ما كانتش متوفره عندي فقلت نعملها لهم غير بالبطاطس. صافي هانتوما كما كتشوفوا معايا من بعد ما ساليت، فهذه هي الكميه اللي عملت لهم اليوم. صافي من بعد غنعدل لهم في بواطه اللي غيديو معاهم المدرسه. هاد بواطات صغارين عامل فيهم كيتشوب كما كتشوفوا. فهاد بواطات صغارين كيكونوا عمليين بزاف، خصوصا اذا عطيتو لهم شويه مكسرات الفطور اولا كيتشوب كما كتشوفوا معايا. صافي هذا هو الغداء. بالنسبه للفطور بما انهم عندهم الحفله قالوا لهم جيبوا شي حاجه يعني حلوه، جابوا هنايا هاد باستيلي، هاد الحلوى هذه بالشوكولات كما كتشوفوا.
فهاد الشي عنده ممنوع الايام العاديه، غير في الحفلات هيدا ملي كيعملوا شي حفله. صافي غنعطي لهم فرشيطه باش غياكلوا. صافي والعصير كما كتشوفوا. بما اننا في فصل الشتاء، فغنقترح عليكم اليوم واحد الوصفه اللي هي رائعه، كترطب البشره وفي نفس الوقت كتبيض، اللي هي عباره عن هنايا بالنسبه للمقادير عندي هنايا 2 معالق كبار ديال الارز. بالنسبه للارز الا عندكم بيض اولا الاسمر كما كتشوفوا معايا فماشي مشكل، يعني في الجوده ديال الارز. ملعقه كبيره ديال النشا وملعقه صغيره ديال العسل الطبيعي. فهاد الماسك كيغذي بزاف البشره وفي نفس الوقت كيبيض. كما كتعرفوا ان الارز كيبيض البشره بشكل رائع. اول حاجه غنعملو غنسلقوا ديك الروز، غنزيدوا له كاس ديال الماء صافي، وغنعدلو على عافيه مده ديال 10 دقائق، وغنزولوه نتوما كما كتشوفوا معايا. غنخليوه بديك الماء وغنطحنو في مولينيكس بديك الماء بكلشي. صافي من بعد ما طحنا ديك الروز مع النشا والعسل كما كتشوفوا معايا، فكيكون القوام ديالو على هذا الشكل هذا. فهاد الماسك يمكنكم تستعملوه يوميا على بشره تكون نظيفه، يعني تكون غسلتوا البشره ديالكم مزيان، عاد تعدلوا هاد الماسك وتخليوه مده ديال 10 دقائق ولا ربع ساعه. فكما قلت لكم فهو مرطب فعال، يعني بالنسبه اللي عندها البشره جافه. وفي نفس الوقت كما كتعرفوا فوائد ديال الارز اللي هي كثيره بزاف، ماشي غير مرطب او مبيض ديال البشره، فهو كيحارب التجاعيد، كيوحد اللون ديال البشره. فهذا تقدروا تستعملوه يعني بصفه يوميه. الا داومتوا عليه غيعطيكم النتيجه اللي هي فعاله بزاف. خليوه هنايا 10 دقائق وتغسلوه بالماء دافي. صافي من بعد غنخرجكم شويه معايا. فكيف ما كتعرفوا ان هاد الايام الجو بارد، يعني ماشي مشكل مره نخرجوا هيدا نفوجوا شويه، خصوصا الا كان عندكم الاطفال ضروري تخرجوهم شويه باش ما مع ديك المدرسه يوميا والتمارين والحفاظه، فماشي مشكل مره تخرجوهم هيدا. فانا بالنسبه لي مره في السيمانه ضروري كنخرجوهم، وكنخرجوا شويه حتى حنايا نفوجوا شويه. صافي فكيكون هذا هو الروتين ديالي اليومي. كنتمنى يعجبكم وتفوجوا شويه معايا، ومع السلامه في فيديو قادم ان شاء الله.